أنجزت إيه في حياتك؟ راحة. يا خبر أبيض، السؤال ده موقع ناس كتير ومنهم أنا لا أستثني نفسي، يعني في إنه فخ كبير قوي قوي. الواحد ممكن يبقى متعطل وحاسس بعدم الاستحقاق وإنه أهدر حياته لمجرد إنه عنده معنى كبير قوي للإنجاز. فين المعيار بتاع الإنجاز؟ هل الإنجاز هو الفلوس، المركز الوظيفي، الجواز والعيلة؟ مفيش وصفة جاهزة لمفهوم الإنجاز. الإنجاز ده مسألة يعني نسبية جدا تخص كل واحد. ممكن الإنجاز في الحياة ان انت تبقى يعني بتنام اخر الليل وانت مرتاح الضمير، انك انت حاسس بسلام، ان انت حاسس انك عندك القدرة انك تحب الناس، انك تسامح الناس، انك تبقى منفتح على الحياة، انك تجرب حاجات جديدة، انك تتقبل الاخر. فالانجاز ده يعني بحر كبير قوي قوي من المفاهيم، يعني مش عايزين نضيقه قوي علينا لانه بيخنقنا. فممكن الانجاز اللي احنا بنبقى متصورينه انه هيفتح افاق كتير في حياتنا يبقى هو نفسه المعنى اللي بيخنقنا. مهم ان احنا ندرب نفسنا ان احنا نكافئ نفسنا على انجازاتنا البسيطة القليلة الضعيفة. احنا ما بنعرفش نحتفل بانجازاتنا الصغيرة، وده يمكن يكون سبب ان احنا ما بنشوفش الانجازات، لكن لما هنحتفل بيها هنشوفها، هنكبرها، هتبقى جوانا، هنشوف بعد كده الخطوة اللي بعدها. الإنجازات بتكبر كده. الإنجاز إزاي ممكن يبقى ممتع، يبقى مرضي، وفي نفس الوقت يبقى مش بيفقدنا إنسانيتنا، ما بيخليناش نتوحش. يعني لأنه الإنجاز اللي ممكن يوصلنا لمرحلة إنه نتوحش في الحياة يعني فليذهب إلى الجحيم هذا الإنجاز.